السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان كريم، يا رب يعود عليكم الأيام بالخير والبركة انتوا وأسركم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض قطايف. ده نص كيلو قطايف، هنعمله بطريقة جديدة شوية. يعني ان شاء الله الطريقة تعجبكم، وقد ايه طلعت جميلة جدا جدا، وان شاء الله تجربوها يعني. ده نص كيلو قطايف. طبعا هنجيب زيت ما يكونش غزير أوي ولا حاجة، زيت يعني معقول. وهنحمر القطايف، هنحمرها كده زي ما احنا بنحمرها مقفولة. دي هنحمرها بس بالطريقة دي كده. بتتحمر. طبعا بنحطها الأول على اليمة الحمراء، وبعد كده بتحمر ونقلبها على اليمة التانية. بتكون تحمير متوسط، مش ناشفة قوي ولا طرية قوي يعني. عشان هنعمل فيها أفكار جديدة كده، وإن شاء الله يا رب تعجبكم. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وبخير وبصحة وبهنا. ورمضان كريم عليكم وعلى أسركم. ده نص كيلو قطايف زي ما احنا شايفين اهو. هنحمره كله كده في الزيت، وهنطلعه طبعا على مناديل المطبخ، علشان لو في زيت زيادة ولا حاجة بالمنديل بيتشربها. هيبقى بالطريقة دي كده. بصوا يعني ان شاء الله النتيجة في الاخر تعجبكم يعني. بس كده حمرنا الكمية كلها اهي، وركناها على مناديل مطبخ. هنجيب السيرب بتاعها بقى، والشربات او السكر المعقود زي ما بتسموه. كوبايتين سكر وعصرة ليمون، ونحطها على النار تغلي، وفانيليا. وبيكون الشربات بتاعها تقيل زي ما حضراتكم شايفين كده. شربات الجلاش، شربات الكنافة، شربات القطايف بيكون تقيل، مش زي شربات البسبوسة. شربات البسبوسة بيكون اخف كتير يعني. بالطريقة دي كده. وبنحطها طبعا وهي لسه سخنة كده، بنحطها في الشربات بارد، وبنقلبها كده وحدات وحدات كده. بس كده. بصوا سهلة وبسيطة خالص، ومفيهاش اي حاجة، وكلنا ممكن نقدر نعملها. وبأفكار جديدة وأشكال جديدة، وإن شاء الله تنفع في عزوماتنا وتنفع في كل حاجة. هنعمل لها بقى المهلبية بتاعتها. ده كوبايتين لبن، أو كوباية لبن وكوباية مية زي ما تحبوا. معلقتين سكر، ومعلقتين نشا، وفانيليا. بس كده. طبعا المهلبية بتستوي على النار، نديها غلوة عشان طعم النشا ما يبقاش باين فيها. ونحشيها بقى زي ما احنا عايزين بالطريقة دي. ده فول سوداني مجروش وعليه ريحة فستق، او لون فستق زي ما بتسموه. ده جوز هند. ده شوكولاتة فورماسيل. اي حاجة عندنا، اي حاجة، ممكن سمسم، ممكن فول سوداني، ممكن مكسرات. الموجود عندنا ممكن نحشيها بس كده. بالمهلبية بس، وتتاكل عادي. بالطريقة دي كده. طبعا هنحشيها المهلبية. هناخد معلقة مهلبية ونحطها في نص في القطايف زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا سامحوني بصور بايد وبعمل بالايد التانية. بالطريقة دي كده بنحط معلقة مهلبية بس، او زي ما احنا عايزين. بنحط عليها كده بالطريقة دي. بس كده بنحط على وحدات كده، وبنضغط عليها من النص. بصوا قد كده مقرمشة من بره وطرية. طبعا هتبقى طرية من المهلبية من قلبها. بنحط المهلبية في النص، وبنضغط عليها نخرجها بس حاجات بسيطة بره كده. وبنحطها طبعا في جوز الهند، وفي الشوكولاتة الفورماسيل ديت. ممكن شوكولاتة اللي هي البني. ممكن اي حشوة عندك، هي بتقبل اي حاجة. ممكن تتاكل كده زي ما هي بالمهلبية بس كده. طبعا ده شكل جمالي بس في الاخر يعني. بصوا بقى، افكار بسيطة خالص خالص، وتجديد طبعا في سفرتنا، وتجديد في عزومتنا، وبتبقى شيك قوي قوي في التقديم وبتبقى طرية من قلبها ومقرمشة من بره. زي ما احنا بنعمل القطايف العادية بنحشيها مكسرات. هي نفس الفكرة، بس احنا بنعملها بالطريقة دي، بتبقى سهلة جدا جدا. وان شاء الله يا رب تعجبكم، ويعود عليكم الايام بالخير والبركة بالطريقة دي كده. وبرضو بنضغط عليها يعني مجرد ان احنا بس بنضغط الحشو لبره شوية، علشان يشيل الحاجات اللي احنا عاملينها دي. يشرب بس الشوكولاتة والجوز هند. شكرا لحضراتكم على التعليقات، وشكرا على التقدير، وشكرا على الكلام الجميل اللي بتكتبوه. احلى اخوات واحلى متابعين، ما تحرمش منكم ابدا ومن تقديركم. وان شاء الله يعني الفيديو ينال رضا حضراتكم، ولايكات على الفيديو. شكرا ليكم. طبعا هنعملها كده وحدات زي ما حضراتكم شايفينها، وخلص برضو الكمية كلها ما شاء الله بتدي كمية كبيرة اهي. زي ما حضراتكم شايفين بقى. وطبعا طريقة التقديم على ذوقكم وعلى طريقتكم، بس النتيجة في الاخر بتبقى جميلة. بصوا قد كده مقرمشة من بره، وقلبها طري.
بتبقى حلوة جدا جدا. ممكن نستغنى برضو عن خطوة معلقة السكر اللي حطيناها في المهلبية، ممكن نستغنى عنها لو احنا مش بنحب الحاجة مسكرة قوي. فتبقى بالطريقة دي كده، وطبعا بتبقى خفيفة قوي قوي، وحاجة جديدة يعني على سفرتنا. عملنا برضو طريقة الجلاش، عملناه برضو بالمكسرات، وعملناه يعني موجود عندي في القناة، طريقته جميلة قوي قوي، لو حابين تتفرجوا عليه وتشوفوه. كان برضو بطريقة جديدة، عملناه برضو بالمكسرات وبالفستق وبالمهلبية، وعملنا منه أفكار كتير جدا جدا في الجلاش برضو، في القطايف، في الكنافة. وبصوا قد كده مثلا، ما شاء الله لمعتها جميلة ومقرمشة جدا من بره اهيت، والحشو من قلبها طري. وبيديها طبعا لمعة حلوة جدا جدا. وممكن نحط معلقة زبدة على الشربات لو احنا هنعمل بيه جلاش، ونحط معلقة زبدة على السيرب، بتدوله لمعة اكتر واكتر، وعلى الكنافة يعني تبقى حلوة جدا جدا. وبصوا الشياكة، بصوا يعني طريقتها جميلة جدا، وبتبقى حلوة قوي في التقديم، وما شاء الله بتدي كمية كبيرة يعني. وبألف هنا ورمضان كريم، وسلام عليكم.